سيدنا محمد كان بيبكي بكاء شديد جدا لدرجة ان الارض نفسها اتبلت من كتر الدموع بتاعت سيدنا محمد. فربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا جبريل: يا جبريل، محمد يبكي فاذهب واسأله ما الذي يبكيه. وطبعا ربنا عز وجل يعلم السبب، وفعلا سيدنا جبريل ذهب لسيدنا محمد وقال له: يا محمد، ما الذي يبكيه؟ انا بقى جاي اقول لك ايه اللي كان بيبكي سيدنا محمد، وهتستغرب جدا لما تسمع. بس قبل ما اقول لك هتخش تصلي على حبيبنا وشفيعنا المصطفى في الكومنتات، وتشير الفيديو ده علشان اللي ما يعرفش يعرف، وتاخد جبال من الحسنات وتدل على الخير كفاعله. سيدنا جبريل لما ذهب لسيدنا محمد قال له: ما الذي يبكيك يا رسول الله؟ فرد سيدنا محمد على سيدنا جبريل وقال له: امتي امتي اخاف عليهم من بعدي. فسيدنا جبريل راح لربنا عز وجل، فربنا قال له: اذهب لمحمد وقل له إن سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. فساعتها سيدنا محمد قام وقف من مكانه وفضل يبكي بكاء شديد جدا بعد ما سمع وعد ربنا عز وجل، ولكن دموع سيدنا محمد لم تجف من شدة حبه لينا. فبالله عليك سيدنا النبي اللي بيبكي علشاننا ما يستاهلش ياخد من وقتك ثانيتين اتنين وتخش تصلي عليه في الكومنتات؟ ما يستاهلش ان انت تشير الفيديو ده علشان اللي ما يعرفش يعرف وتاخد الاجر والثواب؟